السلام عليكم مرة أخرى. محمد الهادي يتحدث إليكم. الفيديو بتاع النهارده ده هو فيديو رحلة بيبي ايلاند. احنا المرة اللي فاتت رحنا رحلة جيمس بوند ايلاند، لو ما شفتش الفيديو ده هتلاقي اللينك بتاعه فوق هنا أو هنا. خلوني بقى اخش جوه اعرف البرنامج ايه بالظبط، وبعدين نطلع على الطريق واقول لكم في الطريق هنعمل ايه النهارده. اللي اعرفه ان احنا هنركب مركب صغير اسمه سبيد بوت، يعني مركب سريع. المرة اللي فاتت كنا راكبين مركب كبير وكان أبطأ شوية. يلا بينا. Okay, everybody, please, could you come a bit closer, please? طيب، نظام الرحله من الاخر، احنا في بوكات لسه. المكان ده اسمه البير او المكان اللي بناخد منه المركب. بنطلع على 4 جزر. اول جزيره اسمها مايتن ايلاند، وبعد كده بنروح على بيبي لاي، بعد كده بيبي دون، وبعد كده حاجه اسمها كاي ايلاند. مايتن ايلاند دي بيروح يوقف البوت جنب الجزيره والناس بتنزل تعمل سنوركلينج لمده 40 دقيقه، نقف هناك. بعد كده بنتحرك، بناخد في الطريق 40 دقيقه علشان نوصل عند مجموعه الجزر دي او اللي هي اسمها بيبي لاي. دي ما بننزلش على الجزيره دي، بس من بره كده سايت سينج، يعني بنتفرج من بره، تصور فيديوهات، تصور صور، تعمل اللي انت عايزه وانت قاعد على المركب. بعد كده تطلع على بيبي دون، ودي هي اكبر جزيره فيهم، نقعد عليها تقريبا ساعه ونص. بيبقى عليها الغدا تاي برضو، بس كله فراخ يعني وحلال. بيقول لك المطعم ده حتى بتاع مسلمين، فممنوع حد ياخد معاه الكحول ولا اي حاجه من الاجانب اللي موجوده. نقعد هنا ساعه ونص، دي تعتبر جزيره كبيره شويه. بعد كده اخر جزيره هي كاي ايلاند، بناخد ساعه في الطريق، والجزيره دي هي اسهل واحده تعمل فيها سنوركلينج. بنقعد هناك ساعه تقريبا، بس الميه كلها شالو، فلو حد ما بيعرفش يعوم بيبقى سهل بالنسبه له ان هو يعمل سنوركلينج في المكان ده. فاحنا دلوقتي مستنيين المركب، وبعد كده نطلع على اول جزيره وهي مايتن ايلاند، ونعمل سنوركل هناك ونتفرج على السمك ونشوف الدنيا عامله ازاي هناك. يلا بينا. كده وصلنا عند مايتونج، اول جزيره اسمها مايتونج. احنا بنقعد نعمل سنوركلينج لمده 40 دقيقه. طبعا الطريق انا كنت عايز اصور، بس يعني انا كنت قاعد قدام هنا، وهحط لكم الفيديو دلوقتي كده تشوفوه. القعده يعني مش عارف اوصفها. المركب بيقعد يتنطط كتير قوي، والحاجه كلها ممكن تطير، انت شخصيا ممكن تطير. بس فاحنا هننزل نعمل سنوركلينج هنا، وبعد كده نطلع على كان اسمها ايه، بيبي لاو. تاني جزيره اسمها بيبي لاو. طب احنا كده وصلنا عند ثالث مكان. يعني لو حد جاي ناوي يجي الرحله دي، البوت ده بيمشي بسرعه جدا. انا قعدت قدام عشان اعرف اصور، بس القعده قدام متعبه بطريقه رهيبه. انا قلت الكلام ده قبل كده، بس المركب بيتهز هزان يعني قوي جدا، فما انصحش اي حد انه يقعد قدام. الناس تقعد ورا احسن وامن. بس المكان اللي احنا وصلنا فيه ده اسمه بيبي دون، ودي الجزيره الثالثه وهي اكبر جزيره فيهم. هنقعد عليها ساعه ونص، فيها الغدا. احنا هنخش نتغدى، وبعد كده نشوف بقى هنتفرج على الجزيره دي فيها ايه. انا مش عارف الصراحه. I know the time does not stand still. Can see the world. او في فرق طبعا بين الاكل التايلاندي والاكل المصري او الاكل العربي عامه. بس الاكل اللي انا باكلها دلوقتي دي انا مش حاسس يعني ان انا باكل حاجه غريبه. في نفس الوقت هي حلال لان المطعم هنا مسلمين.
بس فانا هاكل الاكله بتاعتي وبعد كده نخش بقى على الجزيره نتفرج نشوف ايه تاني موجود هنا على بي بي ايلاند. Tell me straight up, up, up. I don't want it, no other way, no other way, other way. Tell me straight up, up, up. I don't want it, no other way, no other way, other way. خلصنا الغدا وبعد الغدا بنطلع على البيتش زي ما انتم شايفين كده، ورانا الجبل ده والناس بتنزل تعوم هنا تقريبا نص ساعه. بعد كده بنرجع على البوت تاني علشان نروح على اخر مكان واخر وقفه، جزيره تقريبا اسمها كاي لاي حاجه كده، يعني هبقى احط اسمها وهعرفه كمان شويه. الميزه في الرحله بتاعت النهارده بتاعت بي بي ايلاند ان الميه هنا انضف بكتير من الميه اللي موجوده في جيمس بوند ايلاند، فالعوم هنا احسن، فالناس هنا بتنزل تعوم، والسنوركلينج في الجزيره الجايه المفروض يعني ان شاء الله ان هو يكون احلى. فننزل نعوم شويه ونطلع على الجزيره الثانيه على طول. يلا بينا. Try to pin me down, you don't have a clue. Wouldn't understand if I showed you. الجزيره دي اسمها ايه؟ كاي ناي ايلاند. هي دي الجزيره اللي احنا عندها دلوقتي، جزيره رقم 4 كاي ناي ايلاند. من المنظر اللي انا شايفه اعتقد ان السنوركلينج هنا ضعيف جدا زي الناحيه الثانيه، بس الميه هنا نظيفه، والجزيره دي يعني اكتر للتشيلنج والريلاكسنج، الناس بتنزل كده تقعد تريلاكس كده وتريست يعني ساعه ولا حاجه، وبعد كده بنرجع تاني على المكان اللي احنا خدنا منه العربيات علشان نرجع على بوكيت. الجو عامه حر جدا، بس الوقت ده يعتبر من احسن الاوقات في تايلاند علشان ده الموسم اللي هو الدراي سيزون، ما بيبقاش فيه مطره، لان تايلاند معروفه ان هي فيها مطر كتير جدا، في الفتره دي ما فيهاش مطر كتير، ودي حاجه كويسه عشان تقدر تروح اغلب الجزر، لان لما بيبقى فيه مطره بيلغوا على طول الرحلات اللي هي بتطلع من بوكيت او من ساموي على اي جزيره من الجزر اللي احنا طلعناها. تعالوا ننزل بقى نشوف الجزيره دي الجو فيها عامل ازاي وايه اللي فيها كده، يعني ناخد بصه وبعد كده نرجع بقى علشان اعتقد ان الرحله كده هتكون خلصت. يلا بينا. Showed you every bit of me in the palm of your hand. The thought of me is bigger than you know. Stop forsaking everything. الجزيره الاخيره دي عامه يعني ما فيهاش حاجه قوي تتعمل غير ان الناس تيجي هنا تقعد في الكافيه اللي ورايا ده، تشرب حاجه وتتفرج على الفيو، تقعد تبص على البحر، يا اما تروح تقعد على البيتش اللي هناك مثلا تعوم شويه، بس ساعه كده تشيلينج وريلاكسنج وبعدين نرجع لبوكيت. اعتقد كده الفيديو بتاع النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تحط لايك وتكتب كومنت وتقول لي تحب نتكلم عن مواضيع في الفيديوهات الجايه، ولو انت اول مره موجود في القناه ما تنساش تدوس سبسكرايب، وده لو اول فيديو ليك في فيديوهات رحله تايلاند. هحط لكم لينك اول فيديو، خشوا اتفرجوا عليه علشان في جيف اواي وفي هديه فيزا للامارات 3 شهور مجانا، عشان كل الفيديوهات اللي عاملها من تايلاند والرحله كلها برعايه وكاله القائد للسفر والسياحه. خشوا اتفرجوا على الفيديو. سيبكم بقى كده مع منظر اعتقد ان انا ممكن اطير الدرون هنا كده ناخد اوفر فيو لوك. يلا بينا. That I've done won't be breaking easily now. I could make it even though the lights are out. So I'll wait for my cue. So tell me straight up, up, up. I don't want it, no other way, no other way, other way. Tell me straight up, up, up. I don't want it, no other way, no other way, other way. في اخر اليوم جايبيننا كده عند مكان بارك، يعني حته جزء من الغابه فيه قرود وكده. بس انا عايز اقول حاجه، يعني انا لو قارنت الرحله دي برحله جيمس بوند، او لو خيروني اطلع دي ولا دي، اكيد هطلع رحله جيمس بوند ايلاند، لان هي يعني مريحه اكتر، تاخد وقتك في المكان، تتفرج على الحاجه، قاعد في المركب، اصلا مركب كبير مش مزنوق، وفي نفس الوقت السرعه بتاعته عاديه. اكيد بي بي ايلاند والاماكن دي طبعا يعني مناظر حلوه، بس في نفس الوقت الموضوع كان متعب جدا، لان السبيد بوت ده متعب وزحمه، والاماكن ما بنقعدش فيها كتير، يعني كل مكان نقعد فيه نص ساعه ماكسيمم، ساعه ونص. المكان اللي كان فيه اكل كمان، فاحنا اكلنا مثلا وطلعنا كان فاضل نص ساعه وبعدين رحنا على مكان تاني، فالتنقل الكتير ده كان متعب شويه. بس شوف القرود بقى وشوفكم الفيديو الجاي. سامي ايه جبت موز ده ولا ايه؟ كام؟ 10. اكلته؟ حلو أكلته. حلو حلو قوي جميل. حكوا علينا يا عم والله الناس دي. عملوا عليها نمره. Calmez-vous.